مفيش خلافات في نادي الزمالك. امبارح الناس كلها تيجي تتفرج مجلس الاداره عامل ازاي، الناس تتفرج مجلس الاداره وهو واقف قدام الفرقه كلنا مع بعض كنا عاملين ازاي. مفيش حاجه خالص يا جماعه. بس انا عايز اقول حاجه، 99% وانا بقولها والله بدون مبالغه، 99% من المشاكل اللي بعض الاعلاميين بيثيروها هم اللي بيثيروها، وبعدين بعد كده يقول نحلها ازاي. اساسا مفيش مشاكل. اتعملت مشكله قال لك رئاسه البعثه ايه المشكله؟ انا طالع على حسابي. وكل الناس بالعكس ده بالاجماع كلهم قال لك عمرو الجناني اللي يطلع قال لك لا ده في مشكله والناس بتخانق. مفيش الكلام ده خالص. اتعملت مشكله تانية قال لك نائب رئيس النادي. مفيش حاجه خالص. امبارح والله الموضوع بالنسبه اختيار اللواء صبري سراج بالاجماع الا ما في حد رشح نفسه. فاحنا بنقول ايه؟ احنا بنخترع الموضوع وبعدين نبتدي نشوف هنحله ازاي. موضوع الاستاذ علي ابو النجا انه متحدث رسمي نادي الزمالك وان هو تم اقالته من منصب متحدث رسمي نادي الزمالك. لم يحدث اقالته علشان يتم ترجيعه، هو ده اللي انا بقوله. انا يعني والله يا جماعه، بس انا بقول والنبي يا جماعه الدنيا مش مستحمله مشاكل. مش هقول نادي الزمالك، البلد حتى مش مستحمل مشاكل ان احنا نخترع مشاكل ونبتدي نحلها. ان شاء الله يا رب. امبارح كلنا اطمنا، بطمن جمهور نادي الزمالك اللعيبه كلهم والجهاز الفني ان شاء الله مصممين ان احنا نرجع بنتيجه ايجابيه. يا رب نفرح كل جمهور نادي الزمالك وكل جمهور مصر في الايام اللي احنا محتاجين ان احنا نفرح فيها. ازمه المستحقات لعيبه نادي الزمالك اخبارها ايه؟ طب ما تقول ازمه المستحقات بالنسبه لكل لعيبه مصر. كويس يعني. سجل مع كل اعضاء مجلس اداره انديه مصر وقول لهم كده. حضرتك معروف ان حضرتك هتعرف يعني ممكن تعمل تنميه الموارد ان شاء الله. الموقف صعب جدا 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 بالنسبه لكل الكره المصريه. انا عايز اقول، طب ما هرد على الاولانيه. 70% من انت الزمالك في دخل كل انديه مصر. انت بتتكلم النهارده في بث فضائي ما بيخشش، في السبونسر شيب بتاعت الاهرام ما بتدفعش لان الرعاة ما بيدفعوش. فبالتالي هي ده 70% من ايرادات نادي الزمالك. فوضع طبيعي جدا. انت لو بتتكلم على البنك الفيدرالي الامريكي لازم هيتاثر بحاجه زي كده. لكن اللي انا بوعده ان شاء الله خلال فتره بسيطه جدا جدا احنا شغالين في الحل. الموارد بتيجي. المشكله ان انت عليك مستحقات لازم تدفعها، واللي ليك بره الناس بتقول الظروف واديكوا شايفين الدنيا عامله ازاي. لكن ان شاء الله في خلال فتره بسيطه جدا كل الامور هتتحل. في النهارده موضوع النهارده جنش النهارده هيلعب هيسافر مع البعثه ويلعب وكان مصاب واحمد جعفر يقف مكانه. بالتالي دي مشكله اداريه كانت بسيطه جدا كان لازم اجيب حلها من فتره يعني قبل كده. انا موافقك تماما. دي هنقول يمكن هقول لك غلطه مننا غلط. لكن ان شاء الله ربنا يسهل والامور هتعدي. جنش واقف على رجليه، جنش سليم دلوقتي، ويا رب ربنا يكرم ان شاء الله. يعني ما نحتاجش البديل. بس احمد جعفر جون كويس يعني. واحمد حسام ميدو طيب اخباره ايه؟ احمد حسام ميدو ده اخويا الصغير، ابن الاستاذ ممدوح عباس. استاذ ممدوح عباس النهارده مطلع تصريح قال لك ده ابني، وميدو قال ده ابويا. بصوا يا جماعه، انا ممكن تقولوا لي اي حد في الدنيا يعمل اي حاجه في نادي الزمالك الا احمد حسام ميدو. يعني انا بقول له يا ميدو انت الوحيد اللي زملكاوي في الدنيا اكتر مني. فده زملكاوي مخلص، جدع، شهم. تاريخ احمد حسام ميدو مش انا اللي هتكلم عليه. اي واحد في الدنيا يتشرف ان احمد حسام ميدو عنده. انسان نقي جدا، انسان نظيف جدا، انسان جدع جدا. فورمته هترجع ان شاء الله. يعني اوعد ان في خلال الفتره اللي جايه